في عالمنا الحالي المتكون من 8 مليار إنسان، الوصول للقوة والنفوذ بيزداد صعوبة، والقوة مش بتتوزع بالديمقراطية، القوة بيمتلكها اللي بيعرف يلعب بعقول الناس، وفي حيل نفسية واحدة منهم بس تكفي تغير مجرى حياتك كلها. وده مش مجرد كلام، بل دي حيل تقدر فعلا تطبقها على أرض الواقع وتحس بالفرق في حياتك كلها، زي ما طبقها ناس كتير قبلينا على مر التاريخ واسمهم لسه بيذكر لحد النهارده، وده لانهم عرفوا قوانين اللعبه. وفي فيديو النهارده هتتعلم 3 حيل من علم النفس الاسود. البشر بطبعهم بيحبوا الراحة ودايما بيميلوا للطريق المختصر والأريح، ولو ركزت شوية هتقدر تستغل ده لصالحك. دي فرصتك الذهبية عشان تكون سابق الناس، لأنهم ببساطة مش بيحبوا يبذلوا مجهود اللي لو انت بذلته بنفسك ممكن تسبقهم بمراحل وكمان تكسب من وراهم فلوس. الفكرة هي انك تستغل كسلهم وتحوله لميزة عندك. ببساطة اتعب في الحاجة اللي هم شايفينها مجهدة أو حتى معقدة. خلينا على سبيل المثال نبص على المهارات. كل ما المهارة كانت أصعب كل ما كان الشخص اللي بيقدم المهارة دي سعره بيكون أعلى. مهارات زي الداتا أناليسز ممكن المهارة دي سعره بيتراوح من 50 ل 100 دولار في الساعة الواحدة، بينما ممكن مهارة أقرب للسهلة زي الجرافيك ديزاين سعره بيتراوح بين 10 ل 15 دولار في الساعة. وخلينا أوضح لك أكتر، لو في مجال بيتطلب بحث كتير أو تطوير منتج بيحتاج شغل وتقنيات معقدة، الناس الكسالى مش هيدخلوا فيه ببساطة، وهنا تقدر انت تكون اللي شايل السوق لوحدك. وتاني حاجة، استخدم الطريقة دي في تقديمك لنفسك او منتجاتك. خلي المجهود كله عليك والراحة ليهم. اعمل خدمات تسهل حياتهم او اختصر المعلومات، وقدم حلول جاهزة يقدروا يستخدموها من غير تفكير، وكسلهم هيكون سبب انهم يلجأوا ليك. وقيس نفس الكلام حتى على المشاعر، مش بس المنتجات او المهارات. كل ما عرفت احتياجات الشخص اللي قدامك كل ما قدرت تتحكم فيه اكتر. القاعدة بسيطة جدا، كل ما انت تتحرك وتبذل مجهود والناس تفضل واقفة مكانها، الفجوة بينك وبينهم هتفضل تكبر. وخليك انت دايما في المقدمة. في نوع معين من المعارك بيبقى شكلها مغري جدا، وبتحس انك لازم تثبت قوتك، لازم تكسب عشان تحافظ على هيبتك، لكن في الحقيقة الفوز احيانا بيكون بدون قيمة. لما تاخد طرف شخص معين في خناقة او حتى نقاش، هنا انت بتخسر الطرف التاني رغم انك كنت ممكن تكون حيادي وما تاخدش طرف اي حد، وفي الحالة دي كان زمانك ما خسرتش اي حاجة. ونفس الكلام في النقاشات، بتتناقش انت وصاحبك وتعلوا صوتكم على بعض، والموضوع اللي انتوا بتتناقشوا فيه ممكن يكون ماتش كوره ولا ليه اي لازمه، وحتى اللعيبه اللي انتوا بتتخانقوا على مين فيهم افضل مش عارفين انكم عايشين اساسا. انا عايز عقلك يكون اكبر من التفاهه دي كلها. عيب انك تبقى متابع لقناتي ولسه بتقع في التفاهات دي. ساعات بتدخل معركه لمجرد ان حد استفزك او حتى عشان تثبت انك مش ضعيف، لكن هل سالت نفسك بعد ما انا مكسب ايه اللي هيكون متبقي؟ هل الفوضى اللي هتحصل بعد الفوز تستاهل؟ هل المجهود والوقت اللي هيضيعوا كانوا ممكن يتوظفوا في حاجة أهم؟ التاريخ مليان بقادة وقعوا في الفخ ده وخاضوا حروب عشان الكبرياء، عشان ما يبانوش ضعفاء، وفي النهاية خرجوا خسرانين كل حاجة حتى وهم منتصرين. القوة الحقيقية هي انك تختار معاركك بذكاء، وتعرف امتى تتراجع وامتى تخلي غيرك ينهك نفسه بدون ما تتحرك انت. واسأل نفسك قبل اي معركة، هل المعركة دي تستحق؟ هل النتيجة هتغير حياتي للأفضل؟ لو الإجابة لأ، يبقى القوة الحقيقية هنا انك تسيب الترابيزة وتمشي قبل ما تدفع تمن فوز ملهوش اي قيمة. لما يبان نجاحك وكأنه سهل وسريع، الناس مش بس هتنبهر بيك لكن كمان هيبدأوا يصدقوا انك مختلف عنهم، وانك عندك موهبة فطرية، وانه في سر خفي بيخليك تتفوق بدون اي تعب. وده اقوى شيء انت ممكن تمتلكه في عالم التأثير. العقل البشري بيحب القصص المبسطة اللي تخليه يحس انه فاهم كل حاجة بسهولة. لما يشوف حد ناجح بيتخيل انه اما عنده عبقرية فطرية يا اما الشخص ده محظوظ، لان فكرة ان النجاح محتاج تعب سنين صعبة ومستفزة للأغلبية. الإنسان بطبيعته بيكره إحساس إنه مقصر، فالأفضل إنه يصدق إن عندك حاجة مش عنده بدل ما يعترف إنه مش مستعد يشتغل بجهد زيك. وهنا بيجي دورك. لما تبني صورتك على إنجازاتك وبس مش على معاناتك، هتخلي الناس دايما عايزة ترجع لك وتستلهم منك وتسألك عن سرك. ومش بس كده، بل لو حاولوا يقلدوك وتعثروا في نص الطريق
مش هيكملوا اساسا وهيحسوا انهم فشلة، لانك ببساطة ما حكيتش عن الصعوبات اللي واجهتك. يعني على سبيل المثال لو انت فتحت مشروع ونجح، المشروع ده عشان تفتحه خد منك وقت وجهد وتصاريح واوراق ومشاوير وتعب كبير جدا، بس لما حد يجي يسألك قول له بكل بساطة ده الموضوع سهل قوي، ده انا يا دوب اجرت المكان وجبت بضاعة. طبعا انت ما حكيتش اي معاناة انت مريت بيها، وده هيخلي الضحية لما يجي بقى يجرب هو يقع في 100 مشكلة اللي انت اصلا مريت بيهم، بس بما انك قلت له ان الموضوع كان سهل قوي ده هيخليه ييأس بسرعة، وهنا المجال هيفضل بتاعك لوحدك. وقيس ده بقى على تعلم مهارة او اي حاجة تانية في الحياة، واكيد جه في بالك شخص عمل معاك حاجة زي كده في حياتك، لان التقنية دي من زمان جدا مش حاجة جديدة خالص. صدقني مش لازم تبين كل لحظة تعب وكل انهيار وكل محاولة فاشلة، لان كشف المجهود احيانا بيقلل من سحرك. العبقرية الحقيقية انك تخفي معاناتك. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.